لك شفاعة يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة ومطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة ومطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة ومطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش
العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائن والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه وعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنظم مؤتلف متراكب صلى الله عليه. من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب تائب إلى الله. هل من طالب حاجة فأنيله المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليها. صلى الله عليه. لا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ديول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. سبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. قيل هو آدم السلام. آدم به أنيله أعلى المراتب. قيل هو نوح عليه السلام. نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خافه من الأهل والأقارب. قيل هو إبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل هو موسى عليه السلام. موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب. صلى الله عليه
بين يدي نبوته كالحاجب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار صلى الله عليه ونشرت على رأسه العصائب. قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يبعث التهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تذله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع الطباق سادس. قدماه قبلهما البعير فأزال ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار حن إليه الجذع حنين حزين النبي صلى الله عليه. إذا تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن الدوام مراد صلى الله عليه. إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب. فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت أنا النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم رده من العرش قبل أن يبرأ الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت تربة توبة بأشرف قالب سعت إليه صلاح المحبين على الأقدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. صلاة الله ما
صلاة ما بدا نور الكواكب جميعهم
سبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب، أحمده على منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناكب، صلاة وسلاما دائمين متنا قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما، ولا في حق من لم يزل سنيا عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق، أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم، يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه، فلما خلق الله آدم وضع ذلك النور في طينته، قال صلى الله عليه وسلم: فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وجعلني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم ليقذف به في النار، ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة، حتى أخرجني الله من بين أبويهما لم يلتقيا على سفاح قال. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال: علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يخدمه ويدخله الصندوق، فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان، مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام، صلى الله عليه. يقص شعرا ويتزر على وسطه، يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم، يكبرون الله تعالى على كل شرف، يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال، قلوبهم مصاحف يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء، سلوسا يدخلون الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم. وسلوسا يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم، وثلثا يأتون بذنوب وخطايا عظام، فيقول الله تعالى للملائكة: اذهبوا
موازينهم فيقولون ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا عملهم من الذنوب كأمثال الجبال صلى الله عليه أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله شهر ربيع وفرق علينا رسول الله الدين
وخلاصة تيسير سر الوجود صلى الله عليه مانعك قاصر ولو جاء ببذل الوجود وواصلك عاجز عن حصر ما حويت من خصال والجود صلى الله عليه هل كان الشرف وأنت المقصود يا أشرف من نال المحمود وجاءت رسل من قبلهم الرفعان والجلال كشهود اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أدلوا لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب صلى الله عليه حتى لا ننظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما كان أول نور رسالة في سماء الجلالة خرج مرسوم الجليل لنجيب المملكة جبريل نادي في سائر المخلوقات في نار الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسؤول وسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرور صلى الله عليه أما بالكون نورا وأقبل يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه فاهتز العرش ضربا وازداد بشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل مطرا من فكري وفضلي إلى نهاية تمام حبلي فلما اشتد بأدرك بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حاميا كأنه البدر في تمامه صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
وسلم وبارك عليه وعلى آله وولد صلى الله عليه وسلم مختونا بيد العناية مكحولا بكون الهداية فاشرق ببهائه الفضاء ودلل الكون الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji dan syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat taufik dan hidayahnya sehingga pada malam yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di majlis maulid, majlis kecintaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini malam yang ke-29, Masya Allah. Dia terasa gedenya kaduk bak malam 20 sekurang. 20 sekurang kali 10. Yang gedungan balasan ganjaran. Ya insya-Allah pada malamnya gedenya berada di rumah Bambakti. Semoga rahmat Allah senantiasa Allah turunkan kepada ahli bait serta keluarga, dimudahkan rezekinya, diberikan walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Ta'ziman wa ikraman juga kepada Habib Haikal selaku pembimbing, ada pimpinan majlis yang selalu mengajak kita untuk hadir dalam majlis selawat sehingga terdorong hati kita untuk hadir dan berselawat bersama beliau. Ta'ziman wa ikraman juga kepada semua hadirin wal hadirat Boyolali Bandung. Semoga selalu mendapat rahmat Allah. Mbak malam yang mulianya akan sampaikan tentang syufqah, yaitu bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW. Kiban sifat kasih sayang Rasulullah. Jadi di bahasa urut kebetulan urutnya urut Idul Fitri. Nabi nedebit nejak sembahyang urut raya. Ya, sembahyang urut raya maksudnya di lapangan. Ini di masjid, dia buka pintu rumah langsung ke masjid Nabi. Waktu nejak Nabi buat tengah perjalanan nekalan sekelompok anak dengan grup-grup di main-main, di mukim-kim, di mayang-mayang. Nekalan dari Nabi nah sedang anak kata tu buat sagau buat jalan dengan jiklik lengkap dua bentuk jiklik ngoi lain di mukim-kim grup-grup mayang. Kalau Nabi lain tak kan Nabi-nya kejap dia tanya yang Nabi-nya naik turi Nabi. Hai nak bakal kan ada klik. Sedangkan dengan kata lain di mukim-kim. Kalau naik turi pu halung klik. Long kala anak lain urutnya baju baru besok. Sedangkan long baju buka mudah-mudahan teman urung cik kalon kan meninggal. Kemudian maklum kawin lain. Bam bukan lain ayahnya ngecok harta long ni maklum gugusir rumah. Sehingga long tebun kalai bak dalan anak sama upi membaju baru pi anak rayanya. Maka ditawarkan oleh Nabi, hai nak Pudatim dikata Aisyah je ke bak kata, Fatimah je ke saudara kata, Ali je ke paman kata,
terkejut anaknya. Rupanya hanya Nabi baga-baga itu. Ya, kecil Nabi gemeh ke puau rumah. Ke puau rumah, ke busuk baju baru. Ya, kagarang ke maniknya. Sehingga anaknya ni jak lambat jalan. Ngon je. Jabak maka sedangnya kaya grup lengan kada kem-kem habis. Itanya lengan. Ai pakan uronyo tak kem baru tak klik. Putra ka kejadian. Ya, jika lengan puhalong kem. Kejadian sangat luar biasa. Boleh dia apa? Nabi Muhammadnya kajik kaya halong je tau. Ya, Siti Aisyah kajik kemak halong. Dengar dari wilayah Mekri, dari wilayah depan. Jika wilayah mudah bulan saja orang cik kamu meninggal. Mangat Nabi cik kaya kamu. Nyamban layak syufkah Nabi. Maka kadang dia cukup sayang tu. Anak mit, anak yatim, kok sayang tu. Namun wada sayangnya menguncap parang payah itu biar. Nyamban sayang dia. Maka nekun di sidang ulama sufi marida hubban Nabi. Barang siapa mengatakan dia cinta kepada Muhammad tetapi dia tidak senang dengan fuqara, ulul azim, yatim, mana senang. Fada'wahu kazzab, maka pengakuannya itulah pengakuan yang dusta. Sulit dengan Nabi. Karena sifat Nabi dikenal dengan orang yang sangat sayang kepada anak yatim, fakir miskin, dan kepada janda-janda. Nabi cukup sayang. Nabi ke janda cukup sayang. Karena anak so minta belanja, jangan berkahwin. Yang ada rezeki, yang ada dinar dirham, dia ikut jejak Nabi. Maka salah satu hikmah Nabi berkahwin dengan Leisi adalah untuk menjaga anak yatim. Untuk menjaga anak yatim seperti istri Nabi yang namanya Saudah. Saudanya lebih Tuhan pada Nabi. Tuhan Saudah dengan Nabi. Dan saudanya anak tadi hitam orang. Lakau saudanya meninggal dalam peperangan. Anak ramai. Maka susah saudah kita dapat meminta belanja anak ramai. Maka ditawarkan oleh Nabi untuk membiayai malum-malum anak saudah. Akhirnya sudah setuju dan Nabi menikahlah dengan saudah. Dan sebab yang besar kasih sayang Nabi kepada anak-anak yatim. Maka salah satu jalan ciri khas mengikut sunnahnya Nabi, kebiasaannya Nabi, salah satunya yaitu cinta kepada anak yatim, fuqara dan fakir miskin. Maka insya-Allah pegang Nabi orang yang cinta kepada anak yatim, bagaimana pegang tanggung yatimnya lagi jarok dunyok menjarok tinggal nyampan kerap dengan Nabi sengah di syurga. Nyampan dengan Nabi artinya apa? Sangat raya nilai di sisi Nabi terhadap orang cinta kepada yatim sehingga dekat dengan beliau nanti di syurga bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah segi
dan bisa mengikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mengucapkan bila kurang mohon maaf. Sekarang kita masukin doa supaya bertambah berkah acara kita pada malam yang mulia ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعل الله وإياكم مما يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنة وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في خصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة الذنوب وسترت برداء المغفرة عيوب اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات
يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pengumuman Arba'in malam besok di kediaman Abdul Khalid Jamalulail atau Abdel. Alamat di Matang Selimeng, PT Nasa Merah, Gang Strawberry, dekat perumahan Center House. Sekali lagi, Arba'in malam besok di kediaman Abdel. Alamat Matang Selimeng, PT Nasa Merah, Gang Strawberry, dekat perumahan Center House. Ya, dan terima kasih. هو